اول ماتشات النادي الاهلي في كاس الانتركونتيننتال قدام العين الاماراتي. اللي عايز اقول كلمتين كده قبل ما ابتدي الحلقه دي. انا كواحد من مشجعي النادي الاهلي عمري ما هقول للجماهير العربيه اللي هتقابل النادي الاهلي في المستقبل ان بالله عليكم اتعلموا من جمهور الهلال، ولا اتعلموا من جمهور الاتحاد السعودي، ولا اتعلموا من جمهور العين الاماراتي، وبلاش كلام كتير قبل الماتش، عشان الحاجات دي انا بتفائل بيها وبحب اتفرج عليها بعد ما بنكسب. بلس ان هي بتبقى دافع كبير للاعيبه النادي الاهلي، وبتدي الواحد طمانينه كده. خلاص يا جماعه ما دام عملوا كده تعالى يا باشا الماتش ده بتاعنا. انا ما عنديش مانع ان انت تتغنى بفريقك او تتوقع ان فريقك يكسب او تتمنى له يكسب، ان شاء الله يكون بيقابل نجوم العالم، لكن ما تقللش من اللي قدامك. كل كلامي على مذيع اماراتي طلع يتكلم قبل الماتش وقبل الماتش بفتره طويله، بيقولها صراحه كده: ان شاء الله يا اهلي يا مصري هتشوف عندك في القاهره وهنيجي وهنكسبك بالاربعه وبالخمسه. قالها كده صراحه. وكل ما بيطلع في برامج الناس اللي معاه في الاستوديو تهديه، تحاول تشده لورا: يا عم استهدى بالله، يا عم اتعلم من غيرك. لا، والراجل مصر عند موقفه. فانا مبرر حاجه زي دي بالنسبه لي حاجه من اتنين: يا اما انت مش ملم بجوانب الموضوع، انت مش عارف انت بتقابل مين، انت مش ملم بالاهلي، انت مش ملم باللاعب المصري لما يتعمل فيه حاجه زي دي، يا اما انت واحد نفسك تتشهر. شفت اللي قبلك لما طلع يتكلم عن الاهلي ورحنا شايلنا الاتحاد في جده 3-1، الناس عملت ايه في وليد الفرج او وليد الفراج، واتشهر ازاي وبقى هو حديث المدينه في فتره اسبوع او الاسبوعين بتوع الماتش. فانت شايف ان الاهلي كده كده هيعمل مع العين اللي اتعمل مع الاتحاد، فقلت اما اخد اللقطه وابقى انا حديث الاسبوع في الشارع العربي. مالهاش عندي غير التفسيرين دول. سيبك بقى من الكلام ده كله، تعالى بقى اما نتكلم عن الماتش. الاهلي اللي احنا شفناه في الماتشين 3 اللي فاتوا من بدايه السيزون لحد ماتش الزمالك في السوبر المصري يختلف شكلا وموضوعا عن الاهلي اللي انت اتفرجت عليه النهارده. رجع الاهلي بتاع الماتشات الكبيره، يعني الوحش في ماتش الاهلي النهارده هو النجم اللي كنا بنتغنى فيه في الماتشات اللي فاتت. كل لاعيبه الاهلي كانت مركزه بشكل كبير جدا من اول ثانيه لاخر ثانيه. كل اللعيبه مموته نفسها في الملعب، اللي بيغلط بيرجع يصلح غلطه، اللي تحس بيه ان هو فنيا مش قد كده اللي كان يشفع له في الملعب ان هو مموت نفسه ومطلع 100% من اللي عنده. يعني مثلا فرقه زي فرقه العين، يقول لك العين وفرقه بتجيب بالخمسه في الهلال وتكسب الهلال السعودي في ارضها وفي السعوديه، فرقه لسه خسرانه من الهلال 5 بس سجلت فيها 4، فرقه ما بتفوتش ماتش غير لما تسجل جون واثنين وثلاثه. سفيان رحيمي هداف الدوري الاماراتي، سفيان رحيمي هداف بطوله اسيا. لما تلاقي اول كوره من الفرقه اللي معمول عليها جدل كبير في الحته الهجوميه دي متشاطه على الاهلي في الدقيقه 74، تعرف ان الاهلي كان شغال كويس. لما تلاقي ان النادي الاهلي في اول 10 دقايق وصل للجون اكتر من مره، انفراد لحسين الشحات، كوره في العارضه لرامي ربيعه، ده غير كوره امام اللي كانت جوه ال6 ياردة، تعرف ان الاهلي كان شغال بشكل كويس. لازم نتكلم على حته كميه الفرص الرهيبه اللي الاهلي بيضيعها قدام الجون، مش في الماتش ده بس، لا في الماتشات اللي قبل كده. بس اللي يخلينا نتناسى كميه الفرص اللي بتضيع او كميه اهدار الفرص لخط هجوم الاهلي ان في جون جه، والجون لما جه فتح الدنيا وسهل الدنيا على الاهلي، فالتاني جه والتالت جه. لكن لو كان الماتش خلص تعادل وصلنا لضربات الجزاء سواء كسبنا او خسرنا، او لو كنا خسرنا لا قدر الله، ما كانش حد هيرحم الاهلي في كميه الفرص اللي بتضيع. سيبك بقى من مجمل الماتش كده، تعالى انا عايز اتكلم كلمه عن وسام ابو علي. وسام ابو علي من لقطه التسخين وهو واقف يتكلم مع ياسر ابراهيم ويقول له العب لي في ظهر المدافعين، يروح يتكلم مع مروان عطيه، يروح يتكلم مع كوكا. وسام ابو علي كان نازل الماتش بعقليه واحد من الجيل القديم، اللي هي العقليه التقيله دي، عارفها الدماغ التقيله. انا نازل مش هلعب كويس، مش هجيب اجوان، مش هبان بشكل كويس، لا انا نازل اكسب الاهلي. انا مش بفكر في نفسي، انا نازل اكسب النادي الاهلي. انا بفكر في الناس دي كلها، انا بفكر في الفرقه كلها ان هي تظهر بشكل كويس. واحد من وهو لسه بيسخن بادئ يتكلم مع زمايله، تحركاته توجيهاته لزمايله، تركيزه في الجون اللي جابه دليل على ان واحد دماغه كلها ما فيهاش غير الماتش ده من ساعه ماتش الزمالك. انت لو عدت الجون كده، الباس هو بيتلعب من المدافع لحارس المرمى، وسام ابو علي متحرك عليها من قبل ما الباس يبان هو ضعيف ولا طويل ولا قصير. انا رايح عشان احتمال يكون في هنا غلطه، انا رايح على الاحتمال. الوان تو اللي عمله مع حسين الشحات في اول دقيقتين، السنده اللي بيطلع بيها طاهر ويطلع بيها الشحات، السنده اللي بيطلع بيها اي حد جاي من تحت. الوحيد اللي كان في النص الهجومي بتاع الاهلي كان من اول ثانيه لاخر ثانيه شغال زي ما بيقول الكتاب. امام عاشور على فترات، الشوط الاول ما كانش موجود، الشوط الثاني لما الاهلي هدي، ودي حاجه لازم نتكلم عليها على امام، ان لما الاهلي هدي وجاب الجون وبنلعب واحنا مطمنين بدانا نشوف امام بشكل ايجابي. طب ده معناه ان الاهلي وهو تحت ضغط امام وجوده سلبي، ودي حاجه يتحط تحتها 100 خط. انا في ماتشات هوصل لها للدقيقه 90 والدقيقه 94 ولسه 0-0 والماتش متكلبش. انا عايز ادائك وانت مرتاح، هو ادائك تحت ضغط. امال هتعمل ايه لو كان الماتش ده او الجماهير دي مش بتاعتك ضدك؟
دي حاجه من الحاجات السلبيه اللي باينه على امام بقاله فتره. طول ما الاهلي بيلعب تحت ضغط امام مش موجود. الاهلي فك وارتاح بدات تشوف امام. وغير امام عندك طاهر والشحات، الاتنين هجوميا مش موجودين، صفر. بس اللي يشفع لهم ان هم كانوا بيعملوا ادوارهم في الضغط العالي اللي كان الاهلي بيعمله على فرقه العين من اول دقيقه بشكل نموذجي. حسين وطاهر كانوا بيضغطوا بشكل كويس جدا، طبعا مع وسام، طبعا مع المجموعه ككل. اللي اقصده ان الاهلي كان مطلوب منه، او لعيبه الاهلي كان مطلوب منها ان هي تعمل الضغط على فرقه العين وهي بتحضر عشان تعمل غلطات، عشان نقطع الكرة في نص ملعبهم، ما نستناهمش يجوا علينا. حسين وطاهر كانوا في الكلام ده 100. نفس الكلام ان هم كانوا واقفين، والادوار اللي كان كولر طالبهم منهم ان هم يستنوا عند نص الملعب ما يرجعوش عشان ما يسمحوش للظاهرين بتوع العين ان هم يزيدوا، كانوا عاملينها بشكل كويس جدا. تقفيلة الخطوط مع الباكين سواء اكرم او يحيى عطية الله كانوا عاملينها بشكل كويس جدا. كل ده يشكر فيه طاهر والشحات. تعال بقى لادوارهم الاساسيه، الادوار الهجوميه للجناحين بتوع الاهلي، لا الاتنين حرفيا ممكن اديهم صفر وانا مرتاح وانا ضميري مرتاح. بس مش معنى ان هم خدوا صفر ان هم كتوتال هم اللاعبين دول صفر في الماتش، لا احنا بنتكلم ان هم عملوا ادوارهم بشكل مثلا 70%. واللي يخلينا برضو نذكر ايجابياتهم في سواء في الضغط او ايجابياتهم في التقفيل او ايجابياتهم في الادوار اللي كولر طلبها منهم، ان الاهلي كسب. لا قدر الله لو النتيجه مختلفه انا كنت هطلع طالب الناس دي، يا جماعه انتوا فين على الجون؟ انتوا ما بتدخلوش ليه؟ انتوا ما بتعملوش ليه؟ طاهر وحسين على الجون مفيش، هي الكوره بس اللي حسين، اوعى حد يقول ان دي محاوله، ده حسين يتعاقب عليها، ده حسين نتكلم فيه معاه. انت يا باشا انفراد في اول 5 دقايق، مفيش ضغوط مفيش اي حاجه، ورايح على الجون لوحدك مرتاح وجاي بوشك تعزم، تشوط، تحط في المقص، تقف وتسند، تعمل كل اللي انت عايزه، ومع ذلك اخترت اسوأ قرار والكرة اتصدت منك. فالناس دي كان ليها ايجابيات في الماتش بتذكر دلوقتي عشان الاهلي كسب. الاهلي لو كان خسران مش هنذكر غير السلبيات. بس الاهلي كان ضاغط بشكل كويس جدا لنص ساعه تقريبا 4-5 ركنيات. فرقه العين مش عارفه تطلع من نص ملعبها، مش عارفه تعدي دايره السنتر. الاهلي وصل باكتر من كوره لحد ما ربنا كرم بجون وسام ابو علي. ساعتها الاهلي كان لازم يرجع، عشان انا عندي شوط تاني، عندي فرقه عندها سرعات، عندي فرقه هتنزل مموته نفسها ان هي تتعادل، ومش تتعادل وبس، فرقه هتموت نفسها ان هي تكسب، لان هو ده ماتش واحد. فكان لازم ارجع اقف اخد نفسي عشان اعرف اكمل الشوط التاني. بس رجوع الاهلي كان للامانه مبالغ فيه، او مش مبالغ فيه، رجوع بعشوائيه. خلينا نقول ان هو كان رجوع بعشوائيه. الاهلي الشوط التاني كان بيرجع على فترات، بس انت كنت واقف مطمن، العيال متكلبشه في بعض، العين مش عارف يعدي. الشوط الاول تحس ان هم رجعوا كده كل واحد بدماغه، محدش بيتكلم مع التاني، احنا جبنا الجون يلا بينا اما نستنى، بشكل مفيش فيه كلام مع بعض. الحمد لله الشوط الاول عدى، طلعنا، اللعيبه خدت نفسها، وده كنا محتاجينه، ان انا اطلع الشوط الاول 1-0 عشان انزل الشوط الثاني ابدا نفس البدايه اللي بدات بيها الماتش. بس الفرق ان لعيبه الاهلي بتوصل من غير ضغوط، انا بوصل على الجون بلعب براحتي، انا مش مضغوط. ثانيا انا مش متلهوج على الجون زي ما كنت متلهوج عليه الشوط الاول. فالضغط العالي الاهلي بيعمله لما اللعيبه تكون متمركزه في مكانها. اللعيبه مش متمركزه، بلاش اجري على الفاضي، ارجع قابل من نص الملعب. فضل الاهلي ضاغط اول 10 دقايق برضو في الشوط الثاني. فرقه العين بتحاول بس تمتص الخضه دي من اول 10 دقايق عشان ابتدي الحق اخش في الماتش تاني. جه توقيت الجون بتاع امام عاشور النموذجي اللي فصل الراس. انت يابا لسه بتفكر تخش في الماتش؟ لا يا باشا انا طلعتك من بره، وعشان اثبت لك ان امام، ومش امام بس، الاثنين اللي قدام برضو طاهر والشحات، لعبهم في الحته الهجوميه تحت ضغط يختلف تماما عن اللعب من غير ضغط. بص على الكوره بتاعه الجون الثاني، وسام ابو علي طلع طاهر وقف وتأنى. تعال نحط طاهر كده في نفس الكرة دي وهي 0-0، كان القرار اختلف. مش هقول لك يعني مش هنجم هو كان هيعمل ايه، بس كان الضغط اللي هيبقى على طاهر عشان عايزين نجيب الجون ومتصربعين هيخليه ياخد قرار غير ده. والله اعلم كان القرار هيبقى صح ولا غلط. نفس الكلام على امام عاشور، التصرف في الكرة وهي جايه له على الطاير فيرست تاتش، انا مفيش عليا اي ضغوط، انا هجرب بمنتهى الاريحيه، هي اللي خلت الكرة تطلع بالشكل ده. امام لو كان تحت ضغوط ان هي لسه 0-0 كان قراره برضه في الكرة دي ما كانش هيبقى نفس القرار. بس هو الجون الثاني ده هو اللي الاهلي كان عايزه، وكان عايزه ليه؟ عشان يجبر فرقة العين ان هي تتخلى عن التحفظ الدفاعي اللي كانت عاملاه. الاهلي هيرجع يستنى من نص الملعب، هيرجع يستنى ورا، وهلعب على المرتدات. ان شاء الله يا عم عني ما رحت بمرتده واحده، انا كده مش عايز غير ال2-0 دي. على طول لقينا فرقة العين بدأت فعلا، راجل نزل مهاجم تاني مع سفيان رحيمي اللي ما شفناهوش طول الماتش، اللي كان بيتكلم قبل الماتش انه هتشوفوا بكره هنعمل ايه في المؤتمر الصحفي، هتشوفوا بكره شكلنا هيكون عامل ازاي، وهتشوفوا بكره هنعمل ايه.
تريزيجيه ما شفناهوش طول الماتش حرفيا، حاجه تحترم من دفاعات الاهلي اللي كان الواحد متخوف منها من الماتشات اللي شافها قبل كده. الناس بتقول فرقه العين عندها مشاكل في الدفاع، فرقه العين عندها مشاكل في الدفاع. الاهلي كان عنده كوارث في الدفاع، في التمركز، في العشوائيه، في الكرات الثابته، لكن الحمد لله الاهلي تفوق على نفسه، او خط دفاع الاهلي تفوق على نفسه في الماتش ده، وبالذات قدام مهاجم تقيل حرفيا سفيان رحيمي، مهاجم يموت. فكون ان دفاعات الاهلي تظهر بالشكل ده قدام واحد زي ده، او قدام خط هجوم كامل زي ده، خلاص انت يا ابويا ما عندكش اي مبرر في اي ماتشات جايه بقى، في ماتشات الدوري او ماتشات افريقيا لما نخش فيها. وانا بحاسبك على الماتشات اللي جايه، انا مرجع الماتش ده. طبعا بعد كده خلاص العين فقد الامل، بدانا نشوف تغييره غريبه جدا. مدرب العين طلع الباكين اليمين والشمال، نزل 2 في نص الملعب بيلعبوا كره لقدام، خلاص رمى كل الناس اللي قدام، فتح الدنيا اكتر، او بمعنى اصح هو سلم نفسه للاهلي. يعني هو بيعمل كده حلاوه روح، هو حس ان هو خلاص متكتف بقاله 80 دقيقه، اكتر من 80 دقيقه مش عارف يوصل. اول كره بيشوطها على الشناوي في الدقيقه 75، اول كره بيلتحم فيها الشناوي مع حد كانت في الدقيقه 75، مش عارف يخترق، مش شايف الجناحات بتوعه، مش شايف حد من نص الملعب، سفيان رحيمي المهاجم بتاعه مش موجود، فالراجل خلاص اتكتف، بدا يضبش. يعني التبديله دي بالنسبه لي هي تطبيش، يلا يا باشا اما نجرب، ارمي الناس ما يمكن حد فيهم يجيب جول. بس الحمد لله الاهلي ما ادالوش فرصه تماما انه يحسسه ان هو ممكن يجيب جول، حتى مش انه يتعادل بس. وطبعا قفشه المصلي بتاع ربنا ينزل اخر 5-6 دقايق، انا شايف على الخط بيتكلم مع عمر كمال قبل ما ينزل، بيقول له مش عارف ايه كده عشان انا عايز العب. يعني هو عارف ان الوقت مش كفايه ليه، تقريبا كان بيطلب منه ان لاعبني بصيل انا الكوره، مشي معايا انا الكوره، حسسني ان خليني العب شويه، لكن عشان هو قفشه فلازم يجي له كوره عشان يجيب جول. هو قفشه كده. ربنا يكرم بضربه الجزاء اللي اتصرف فيها عمر كمال بشكل كويس جدا، اللي جه واحده زيها لامام عاشور قبل ما يطلع وتصرف باسوا تصرف في الدنيا. حط يا باشا الراجل في ظهرك، اي لمسه في ظهرك انت وقعت. معرفش ليه رجع وعمل قعد يفنكش في الكوره كده كتير ملهاش اي لازمه. عمر كمال اهو، لقيتني مش مرتاح، وقف نفسك، الراجل هيخبطك غصب عنه. ربنا كرم بالثالثه. ضربه الجزاء دي حلاوتها في ان احنا ما نقولش كسبنا 2-0، لا، يبقى اسمها 3-0. وانت هتفرق معاك ايه ان انت تكسب 2-0 من 3-0؟ عشان الناس اللي اتكلمت قبل الماتش ما ينفعش اقول له انا كسبتك 1-0 بس او 2-0 بس، لا، هي 3-0 حلو، 3-0 ده على الاقل يعني، فهي 3-0 حلو بس. وبكده بقى وصلت نهايه الحلقه. مبروك للاهلي وصوله للسيمي فاينل في كاس الانتركونتيننتال، ان شاء الله ربنا يكرم ونعدي الخطوه اللي جايه ونوصل للنهائي. وزي ما قلت في اول حلقه، اي نادي عربي بيقابل الاهلي بالله عليكم استمروا في الاسطوانه ما بتاعه ما قبل الماتش، عشان بتفائل بالحاجات دي. والسلام عليكم ورحمه الله.